إذا قفز سمير سعيد عاليا تطير معه الأفئدة والقلوب، وإذا سقط سمير أرضا تسقط الدموع لحين نهوضه، وإذا وقف سمير في المرمى ترتاح الجماهير وتطمئن. وحينما ترجل عملاق الحراس احتشدت تلك الجموع لوداعه والدعاء له. تمنى محبي سمير الذين احتشدوا في مستشفى العدان بعد سماع خبر الحادث الأليم أن ينهض بطلهم كما عودهم في الأيام الخوالي، ويرفع يده اليمنى تحية وإجلالا لكل من قصد المستشفى للإطمئنان على الأسطورة. لكن تصاريف الأقدار لم تسعف أبو علي في مشاهدة حجم محبته وقدره عند أهل الكويت. عند وقوف سمير سعيد في المرمى فإن نسبة ضياع ركلة الجزاء أكبر بكثير من نسبة تجاوزها لخط المرمى، فمواجهة بوسمرة وجها لوجه ليست بالأمر السهل، فهو سريع البديهة وينقض بشراسة، والكرة في طريقها إلى مرماه تتحول إلى أرنب خانته خطواته وأوقعت به في حضن أسد. سمير سعيد كتب دستورا جديدا لحراس المرمى، من أهم فقراته الفدائية واللعب القتالي والرجولي والإخلاص للقميص الذي يرتديه مهما بلغت قوة الإصابة وخطورتها، حتى لو كانت غرز في أسفل الفك، فقط لأنه سمير سعيد شهدته الجماهير في تشكيلة الأزرق قبل أن يلعب بالفريق الأول لناديه العربي، ولأنه فريد ومميز فهو الحارس الوحيد الذي حافظ على نظافة شباكه من الأهداف طيلة موسم كامل. في رمضان من العام 2009 اعتمد الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاء كرة القدم سمير سعيد ضمن قائمة حراس المرمى الأعظم في العالم. وفي رمضان 2012 يغيب سمير للمرة الأولى عن عيون عشاقه وأصدقائه ومحبيه. اليوم سمير بحاجة إلى كل الكفوف التي صفقت له وآزرته طيلة مشواره الرياضي أن ترتفع إلى السماء وتدعو له بالغفران والرحمة بعدما ترجل العملاق. ما